بالنسبة لي عملية لجنة التنسيق باب سويقة نفذ العملية هذه بطبيعة الحال أولاد أفراد تابعين لحركة النهضة واللي نعرفهم شخصيا واللي كنت نشرف على جهة الحلفوي. ناس ما عندهمش لا بشر لهم عباد، هذا اللي يعمل ما همش عباد، هذا اللي يعمل العمل هذا في بلاده ما هوش عبد، ما هوش بشر، يلزم بالشنق يطلعوا في التجاره ويسيبوهم في الطريق. اللي يعتدي على اشخاص ولا يضرب كيران حفلات ولا يضرب محلات تجاريه ولا يضرب ناس بريئين، حرام شرعا دينا تربيه اخلاقيا اللي تحب انت، مش معقول 7 ملايين كل يد في اليد. فرج فنيش عضو الهيئة المديرة لرابطة حقوق الإنسان ومناضل قديم في مجال حقوق الإنسان. تعدت مظاهر الشغب في المدة الأخيرة في الشوارع والاعتداء على المواطنين وبلغت الأوج متاعها في الحادثة متاع باب سويقة. شو كان رد فعلك؟ رد فعلي أولا أنا مستاء جدا يعني تصل الأمور في تونس في الظروف هذه، خاصة للحدود من العنف الذي ينم عن كراهية وعن غياب روح تسامح وعن إجرام. لأول مرة طبعا في تاريخ تونس الحديث ينحاز النظام إلى القضايا القومية. في هذا الوقت بالذات تقع هذه الكارثة يقع هذا العمل الإجرامي اللي احنا نددنا به ونندد به مرة أخرى، لأن غير الاتحاد الديمقراطي الوحدوي كان ندد بها. وأقوى دليل كوني أنا شخصيا كنت تحولت إلى باب سويقة لمعاونة مخلفات هذه العملية، وتضامن مع مناضلي التجمع الدستوري ومع عائلات المتضررين من إثر هذه الحادثة التي أعتبرها حادثة شنيعة جدا وسابقة لا بد من التصدي إليها. وفي أواخر شهر نوفمبر وقع إطلاعنا على الخطة التي وضعتها قيادة الحركة، صادق عليها مجلس الشورى المركزي وهو أعلى سلطة في حركة النهضة. هذه الخطة هذه فيها هدف أساسي هو فرض الحريات وأخطأ غيرنا ولنا اجتهادنا ولهم اجتهادهم، نتبنى هذا ونرفض هذا، وخاصة من بعض الأحداث التي يمكن أن نفهمها كما الفرق وغيرها. فهذه أخطاء ارتكبناها، هي أخطاء فردية صدقونا في هذا، نجد لها مبرر مردة الفعل عن الكذب والإرهاب الدولة، ولكن لا يمكن أن نقرها. هذه الأحداث المحدودة التي يريد بها أن تشنق حركة كبيرة في البلاد وأن يوقف مسار الديمقراطية في البلاد، لأنه لا يمكن أن تضطهد حركة سياسية كبرى دون أن تقضي على الحرية جملة، وهذا هو الهدف. تجريم النهضة بأحداث صغيرة في حجمها كبيرة في ذاتها
أن يقتل شخص كما حصل في باب سويقة أو أن يضرب أحد بمادة، هذه كبيرة في ذاتها، ولكن حركة النهضة أكدت ولا تزال تؤكد أنها حركة سلمية مدنية ترفض العنف حتى رد فعل فضلا عن فعل. أثرت هذه الحادثة كثيرا على الحركة وألحقت بها أضرارا سياسية وبشرية هامة، وقامت على أثرها عناصر قيادية لتجميد علويتها. في 7 مارس 1991 أصدر كل من عبد الفتاح نور وفاضل البلي وعيسى الدني بيانا نددوا فيه بالحادثة واعتبروها تصرفا غير مسؤول يتنافى مع الخيارات السياسية للحركة. أولا مش يقولوا، أنا نقول أني لم أكن على علم، وأنا أضع في ذلك مصداقيتي. أنا ومن معي لم نكن على علم بهذه الأمر. الأمر الثاني أني لما علمت بأن هذه الأحداث تنسب إلى حركة التي كنت ناطقا رسميا باسمها توقفت، لأن الاتفاق عند منطلق عملنا كان على إنشاء حزب سياسي لا يستعمل العنف ولا يباشر العنف بالعنف. أعتبر وأن هذا الحدث الذي نسب إلى حركة النهضة يستوجب توضيحا منها، والتوضيح هذا أولا للحفاظ على مصداقيتها، ثم للحفاظ على سلامة التعامل على الساحة السياسية. قامت السلطة بحل الاتحاد العام التونسي للطلبة في 29 مارس 1991 تمهيدا لمحاكمة عناصره القيادية. لا، هناك حقائق يجب الاعتراف بها. وبالمناسبة حركة الاتجاه الإسلامي اللي هي النهضة الآن كان عليها أن تعترف بكل هذه الأمور، وكان عليها أن تقدم الاعتذار للذين تضرروا في هذه القضية وفي القضايا التي جاءت فيما بعد، لكن لا أتصورهم قادرين على الاعتذار. هم الآن يعني خلاص حطوا يديهم في باب الحكومة وباش يدخلوها. لا، هذه حقائق يجب أن تذكر للتاريخ. إذا استبعدنا منطق الضحية والجلاد بمناسبة عرض حادثة باب سويقة، نقول أن قرار ترويض النهضة كان من أهداف سلطة أرادت بعد انقلاب 7 نوفمبر التمكن من السلطة. أن هذا الهدف تحول إلى قرار استئصال الحركة الإسلامية في ظل معطى محلي وعالمي يتيح المجال لهذا الخيار. أن حادثة باب سويقة كانت المحطة المنطلق لتنفيذ القرار. أن حركة النهضة التي مهدت الانقلاب على السلطة لم ترضى بما منح لها من هامش حرية، أنها أساءت قراءة واقعها وإمكانياتها، تسعت لافتكاك الحكم عبر الانتخابات التشريعية لسنة 1989 مما ألب عليها النظام والمعارضة في ظل مناخ محلي ودولي متقلب يتجه في غالبه إلى غرب التيارات الإسلامية الصاعدة. أنها وضعت خطة لفرض الحريات وأعطت الضوء الأخضر لأتباعها للتصرف تحت عنوان تحرير المبادرة. أن واقعة باب سويقة كانت في سياق تحرك النهضة حادثا ضمن مخطط عام أحسنت السلطة توظيفه لفتح صفحة مأساوية تأذى خلالها الجميع. إذا كانت السلطة قد انتهى مصيرها إلى خروج مشين من تاريخ تونس بعد ثورة الشباب، فإن على حركة النهضة أن تتطهر من ماضيها
وتبادر بتقييم خياراتها بهدف تحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية